أرواحنا وتراقصت على أنغام قدومكم قلوبنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الرائقة التي تحمل بين طياتها طابعا أنثويا يجب أو ينبغي أن يكون شعارا لكل أنثى وللرجل أيضا. بين طياتها تحمل أريج الكلمات العذبة ونبض المشاعر الصادقة. معكم سنبحر في عوالم من الخيال حيث تتجلى روعة الحرف وجمال البيان. نرجو لكم أمسية شعرية ماتعة رومانسية بامتياز. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cet espace qui va être couronné par vos belles plumes et qui va vous permettre de l'envoler en rime et en prose à travers la belle poésie de nos poétesses qui sont venues d'ici et d'ailleurs pour nous honorer de leur présence et nous faire bien sûr voyager à travers les mots, à travers les proses, à travers les livres. Merci à vous. Je passe la parole à Madame la Présidente de l'Institut Soroor pour la culture et la créativité de الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حقيقة هو يوم بهيج وهي أمسية مميزة بحضورها، بشاعراتها، بضيوفها، بكل شيء، حتى بهذا الفضاء الجميل الذي نحن فيه. إذن سعيدة أن أكون بينكم وأسعد جدا بكل اللائي حضرنا من مدن بعيدة لينيرنا هذا الفضاء بأشعارهن وكلماتهن. شكرا لله حكيم الحضري، لله أمل بردة على هذا التقديم الجميل وعلى هذا الجو الحميمي. Un vibrant recueil de poèmes et un jour, 3 automnes, en arabe Liman Yahmissou Sabah, un recueil de pièces théâtrales. Elle est aussi présidente de l'association Eurek à Meknès, Eurek Art, et vice-présidente de l'association Parfum de l'automne à Meknès. Nous souhaitons la bienvenue à Madame Sabah Lezzer. Merci. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, اللي ما كيعرفونيش. أستاذة صباح لزاز من مكناس، من فاس ومكناس، مولودة في فاس ولكن عايشة في مكناس. أستاذة معروفة أصلا بالمسرح، ولكن ديما تنكتب في المسرحيات ديالي تنكتب شوية الشعر، وكنكتب الشعر بالعربية وتيعجبهم. أنا كنكتب الشعر بالفرنسية، هذا لا يناقش، ولكن الفرنسية جو مو سوي ديكوفيرت، لقيت راسي كنكتب بالعربية بما أشعر. كل ما نقول ساليت نلقى راسي عديت بالي، فين ما نقول تهنيت جيت والي نبت الشيد مالي. كل ما نقول نسيت نشوف في المرايا ونتفكر من جديد مالي. كل ما نحط راسي على المخدة نتفكر ميات ونترقى. Le bonheur, c'est cette chanson qui ronronne et fait soudain vibrer le cœur. Le bonheur, cette mystérieuse sensation d'enchantement, d'émerveillement et de plénitude qui nous inonde de joie et de lumière. أنا الأنثى يا صرخة كانت بسم الله، أعلن
فيها الله نسائم الروح. كانت في الأول صوتا مبحوحا ثم كانت لغوا. يا سروري ومنيتي وعمادي يا أنيسي وعزتي ومرادي حبك الآن